السلام عليكم أحبائي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة ديالنا ديال اليوم ميني كيك اللي كيجيو هشاش كيدوبوا في الفم، كيجيو رائعين بمقادير اللي هما بساط بدون دقيق أبيض. تبعوا معايا الفيديو للأخير باش نعطيكم الطريقة والمقادير مضبوطين. بسم الله على بركة الله. غناخد واحد اللوبول او واحد الاناء، غنوضعو فيه بيضه بدرجه حراره المطبخ. بيضه يستحسن تكون من الحجم الكبير. غنضيفوا لهاد البيضه واحد قل من نصف كاس. انا نقصت شويه الحلاوه، ممكن ديروا نصف كاس، انا درت نصف كاس قل بواحد الاسبوع تقريبا. وعندي ساشي ديال السكر فانيلا، وغادي نمزجوا هاد المكونات مزيان حتى كيذوب دوك السكر سنيده مع البيض، وكيتبدل القوام واللون ديال هذاك البيض ديالنا. كنخدموهم غير بالطراب اليدوي، ما كنحتاجوش الطراب الكهربائيه ولا كنبقاو كنمزجوا في المكونات كيف ما كتشوفوا حتى كتذوب هذيك سنيده مع البيض. هنا كنجيبوا ربع كاس من زيت المائده. كتشوفوا المقادير راهم قلال وبساط، يعني اي واحد يقدر يصاوب هاد لي ميني كيك هادو. صافي غادي ندخلوا هذاك الزيت مع باقي المكونات مع البيض وسنيده، وحنا ضروري كنمزجو مزيان حتى كيدخل مزيان. هنا غنضيف نصف كاس من الحليب اللي حتى هو بدرجه حراره المطبخ. ممكن تستعملوا الياغورت بلاصه الحليب، كيبقى اختياري. صافي هنا من بعد ما مزجنا المكونات غنجيب هنا كاس من دقيق الفينو او السميد الناعم جدا كيف ما كيقولوا في بعض الدول العربيه، حنا كنقول ليه دقيق الفينو. قبل ما نضيف الدقيق ديال الفينو غندير ساشي ديال الخميره ديال الحلويات من الفئه ديال 8 غرام. انا غنوجد الساشي ديال الخميره ديال الحلويات هي الاولى مع المكونات باش كتفاعل، عاد كنبداو نضيفو في دقيق الفينو. صافي هنا غادي نغربل هذاك الدقيق ديال الفينو. صافي وغادي ندخل الدقيق مع باقي المكونات حتى كيمتزجوا لينا كيف ما كتشوفوا. هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. راه مازال تيعقد شويه، ملي كنخليوها كترتاح واحد شويه بين ما وجدنا الليمون اللي غندخلوهم للفرن. شفتوا الخليط كيف تيكون بحال خفيف واحد شويه، ولكن راه الدقيق ديال الفينو معروف انه كيتشرب، يعني ما تضيفوش اكثر من كاس غادي تعقد لكم العجين بزاف. وهنا غنضيفوا واحد المعلقه، الجهد ديال المعلقه تقريبا ديال الخل، معلقه صغيره. زدنا المكونات قلال، معلقه صغيره ديال الخل الابيض. صافي وغنوضعوا هذا الخليط جانبا، وغنجيبوا لي ميني مول ديالنا اللي غندخلوا للفرن. انا درتهم في هذه الصفيحه هذه. غندهنهم جيدا بالزبده، ضروري تدهنوهم مزيان بالزبده من الجوانب ومن الاسفل، يعني الجوانب كلهم كيدهنوا بالزبده. وكنلبسوهم بدقيق ديال الفينو. انا استعملت هاد لي مول هذا بهذا الشكل. ممكن تستعملوا اي مول عندكم، يعني لي ميني مول اللي كيكونوا عندكم كيكونوا بزاف ديال الاشكال، تقدروا تختاروا اولا تستعملوا اي واحد متوفر عندكم، يعني كيبقاو على حسب الذوق وعلى حسب المتوفر دائما. صافي كيف ما كتشوفوا انا كنلبس هذاك كندهن هذاك الليمون بالدقيق بالزبده عفوا، وكنلبسهم داك بالدقيق الفينو. كيف ما كتشوفوا ضروري كنوزعوا الدقيق في الجوانب كاملين. وإلا كنتو
توجدوا هاد الليمون قبل وتدخلوهم للمجمد كان افضل باش ما يلتصقوش لكم ما تلتصقش عفوا ديك العجين في الليمون. انا غنوريكم استيوس اخرى باش ما يلتصقش لكم سيرتو القاع ديال الكيك ولا ديال لي ميني كيك في هاد الليمون هادو. انا غادي نستعمل البابي كويسون اللي غنقطعو بواحد الطريقه دائريه وغنوضعو في القاع ديال كيف ما كتشوفوا. انا درت البابي كويسون الدائري، وهنا كيف ما كتشوفوا القوام راه كيبدا تيعقد. يعني بين ما وجدنا لي مول ديالنا ودهناهم وشعلنا الفرن ديالنا كنبداو كنوزعوا في هذاك العجين على ليمول. انا تقريبا خرج ليا سبعة تقريبا من هاد الليمول هادو. يعني على حساب الليمول اللي غتستعملوا الحجم ديالهم غنشوفوا شحال غادي تعطينا ديال لي كيك. وكيف ما قلت لكم هنا كنكونوا شعلنا الفرن ديالنا من الاسفل ومن الاعلى على درجه حراره 180. ملي تندخلو هاد لي ميني كيك نخليو شاعل غير من الاسفل حتى كتحمر لينا وكطيب كتحمر لينا من الاسفل، عاد كنشعلوا عليها من الاعلى باش كتحمر لينا وكتعطينا داك اللون الذهبي. شفتوا القوام ديال العجين كيفاش تيكون؟ يعني راه غنحاول انا نوزعو على ليمون حيت بدا تيعقد، ولكن ما تخافوش هذا هو القوام المطلوب ديال هاد لي ميني كيك. صافي انا غنبدا نوزع فيهم كيف ما كتشوفوا بهاد الطريقه هذه، وكنحاول نضربو ما بشويه باش تقاد ديك العجين. صافي هنا غندخلوهم للفرن كيطيبوا كيف ما قلت لكم على درجه حراره 180 وغنطلقاو. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما كيخرجوا من الفرن. كيعطينا هاد اللون الذهبي الرائع وكيجيو غزالين ورائعين. وكيف ما كتشوفوا ما كنعمروش العجين حتى الفوق باش كنخليهم فين تيتختمروا وفين تيطيبوا حيت كيفيضوا. هنا انا درتهم في الطبق ديال التقديم وقلبتهم على الوجه الاخر حيت البابي كويسون. وهنا كنبداو ندهنوهم بالقليل من الكونفيتير ديال المشمش اولا العسل، وكنزينوهم بالقليل من اللوز كونكاسي اولا الكوك اولا كاوكاو عفوا كونكاسي، كيبقاو على حسب المتوفر على حسب الذوق. وكانوا هادو هما لي ميني كيك ديالنا. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. مع السلامه.